Harry Potter is back in a brand new series on HBO. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ريل دراما. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن المسلسل الجديد لهاري بوتر اللي هيتعرض على منصة HBO. وبرغم إن أنا اتحمست جدا أول ما عرفت الخبر، إلا إني برضو كنت خايف من مصير السلسلة يحصل فيها زي ما حصل في ذا لورد أوف ذا رينجز بالظبط، نفس اللي أمازون عملته ودمرت عالم الأرض الوسطى اللي بناه بيتر جاكسون بمهارة شديدة. عندي تخوف شديد إن ده يحصل مع المسلسل، لكن كل الأخبار الرسمية اللي قريتها عن المسلسل بتقول إن HBO هتكون مخلصة اكتر للرواية. لكن بالرغم ان انا متحمس، لكن مش عارف ازاي هتقبل ابطال جداد يمثلوا نفس الشخصيات اللي انا حبيتها وعشت معاها على مدار سنين في الافلام، وحتى الشخصيات نفسها في الرواية. دي مش حاجة سهلة، وده تحدي كبير هنشوف نتيجته مع العمل. بشكل مبدئي الميزانية المعلن عنها لكل موسم هي 200 مليون دولار، هيخلي كل موسم ضمن الاعلى انتاجيا. لكن انا لسه قايل برضو مثل من شوية على ذا لورد اوف ذا رينجز، المسلسل اتكلف جامد جدا لكن النتيجة مخيبة للامال. اتمنى ده ما يحصلش طبعا مع السلسله اللي ليها شعبيه جارفه بمئات الملايين. كمان من النقط المطمئنه الى حد ما ان HBO من المنصات المحترفه في عمل المسلسلات. وفي النهايه انا متحمس جدا بالرغم من كل المخاوف اللي عندي، لكن اي حاجه فيها عالم هاري بوتر بكون مبسوط بيها جدا، لانه من الاعمال والروايات اللي انا انتميت ليها بشكل كبير من وانا صغير. مستني اراءكم في الكومنتات، واستنوني في حلقه جديده. كان معاكم نادر سيف الدين.